فلتمت زوفان. أصيب هذان الاثنان بالشلل وهم الآن بين يدي. انتظر زوفان، هل ما قلته صحيح؟ هل أصيبا بالشلل حقا؟ جوان جيا، هل تريد القيام بصفقة؟ ما نوع هذه الصفقة؟ سأسلم هذين الاثنين لك بشرط أن تضمن لي مستقبلي. ماذا؟ لما عساك أن تخون عائلة ليو، ولما قمت بخيانة أيضا. أشعر بالفضول لا أحد يريد الهلاك لنفسه، والآن بما أن عائلة ليو هزمت لا يمكن إعادة بناء عائلة كاملة بقوة شخص واحد. استغلال حياتهم يضمن حياة أفضل لنفسي، هذا هو المنطق. لماذا سأضحي بنفسي؟ يوجد كلاهما عند نهاية هذا الحبل، ولكن تكون العديد من المنعطفات، وأنا الوحيد الذي يمكن العثور عليه. لتكون بأمان عليك الاستعمال الحبل الأحمر كإشارة. وهذه فكرة عبقرية. علاوة على ذلك جعلت تتبعهم سهلا، وضمنت طريقة الخروج من الغابة الضبابية. مثير للاهتمام. أنا موافق. أتمنى أن لا تكون تكذب علي. لا تقلق، فأنا صادق. سأخبرك بهذا أمامك مباشرة. لا أثق بك أبدا. قد الطريق. زوفان، أنت عبد كلب وضيع تجرؤ على خيانة السيد الصغير. لقد وثقنا بك لكنك خدعتنا. وأنت يا سون جوان جيا أيها الوغد، حتى لو مت سألعنكم جميعا مدى الحياة. لماذا توقفت؟ هذا هو المكان. سون جوان جيا، لقد أحضرتكم إلى هذا الطريق خوان تشيون، إلى المكان الذي ستموتون فيه. أيها الوغد، فلتمت. ماذا؟ بسرعة اعثروا على طريق العودة. سوان جوان جيا، هذا سيء. قطع الحبل الأحمر. اختفى. جورج لين أيضا. اللعنة، ما الذي يحدث؟ اللعنة، كيف يجرؤ على خداعي؟ لا تحسب أن بإمكانك هذه الغابة الضبابية إيقافي. لن تتمكن من الحصول على فرصة لقتلي. ماذا حدث؟ أصبح لون الضوء. ابقوا متيقظين. انظروا من حولكم. أين هو؟ ما الذي يحدث؟ اختفى. ما هذا؟ ما كل هذا؟ هذه أليست مصفوفة سحرية؟ تم التحكم بهم والقضاء عليهم واحدا تلو الآخر، وقد تم إنقاذ بان جون لين أيضا. ماذا تفعلين تاليا؟ آنستي، خطوتي التالية هي مساعدتك. ماذا تفعل؟ لا تتحركي. حاكني. ابقي مركزة من فضلك. هذه قوة استثنائية. اقتلوهم. هذه الأشباح بحق الجحيم. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ لماذا كل هذه؟ من أين أتت؟ ابن اللعينة. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ وغد. زوفان، أنت من أنت بالتحديد؟ اذهب إلى الجحيم واسأل حاكمه. زوفان، أنت بحق الجحيم. يعود الغبار إلى الغبار، تعود التربة إلى التربة، تعود الروح إلى الروح. أرواحكم تنتمي إلي. تعالوا إلي. هذه المصفوفة خارجة عن السيطرة. ما الذي يحدث؟ لماذا؟ بدع التحولات العظمية الحاسمة. المستوى السابع، المستوى الثامن، المستوى التاسع، ذروة عالم التأسيس. استهلكت القوة السحرية فالتي جلبتها تلك الأرواح تقريبا، ولكن كلما تمكنت من الاختراق بسرعة كلما زادت إنجازاتي بالمستقبل. جميع الطاقة. هذا الاختراق أفضل من الذي سبق، ولكن الطاقة التي تنتج نقاط الطاقة أفضل من هذا.
ب3 مرات على الأقل. يبدو أن القوة أصبحت مهيبة الآن، وقد اخترقت إلى هذا المستوى. يجب أن أتدرب أكثر على فنون القتال. زو فان، إلى أين ذهبت؟ لماذا خرجت عن السيطرة فجأة؟ اختفى الضباب. هي ربما بسبب وجود عدد قليل جدا من الأحجار الروحية، لهذا كانت التقنية معيبة وخارجة عن السيطرة. ذهبت توي لرؤية قطاع الطرق، هل ماتوا؟ لم يستطع أي منهم الهرب. أيها الوقت، لقد كنت متهورا، ولعل أعلم أنك كنت تحاول إغواء العدو. أخي زوفان، إن كنت تريد عقابي فلا مانع لدي، حتى لو كنت تريد رأسي فهو لك. هذا البانغ يعتبر عبدا مخلصا أيضا. لو كان لدي زاو تشينغ نصف علائه. هذا البانغ لم لم أكن لأصبح في هذا الوضع. السيد بانغ، أنت قائد الحرس، أنا مجرد خادم عندك. كيف أجرؤ على قبول هذا؟ وأيضا تمكنت من القضاء على قطاع الطرق بفضل المصفوفات السحرية الخاصة بالسيدة الشابة، وأنا متأكد أنها لا زالت بحاجتك. هل تعرف السيدة الشابة المصفوفة السحرية؟ سيدتي الشابة، هذا صحيح؟ هي. لقد بارك الإله بعائلة ليو. تعرف السيدة الشابة بشأن المصفوفات السحرية، وساعدنا زو فان أيضا. اليوم الذي تعود فيه عائلة ليو للقمة قريبة جدا. والآن بما أن مشكلة قطاع الطرق قد انتهت، هل لدي السيد الشاب أي خطط؟ في الأصل كنا نحمي السيد الشاب من وصية عائلة ليو طلب أن تعلم بأن شأن هذا لدى السيد تاي عهد زواج بالسيدة الشابة. أوه، عائلة تاي من قلعة لينغ. عائلة تاي هي أكبر عائلة في القلعة، ولو إمكاني تقديم إخوات لهم. ربما لو مات ذلك الرجل الصغير سيمكنني أن أرتاح. أيضا لو أمكاني إبادة أشباح العقل عندما سأكون حرا. حسنا، لنذهب مع عائلة تاي طلب المساعدة. سأعود قريب. ألا توجد أخبار عن قطاع الطرق؟ نعم سيدي، أخبرنا الأشخاص الذين بلغوا الأخبار عن قطاع الطرق أنهم سينتهون قريبا. اخرج. هو سيدي، يمكنك الاطمئنان، ينتظرك صديق القديم في الجحيم عند عودة التنانين. سأرسلك للقاء